النهاردة الصبح صحينا على صوت خناقة في البيت اللي جنبنا، فأبويا قال لي روح شوف الجيران صوتهم عالي ليه. فأنا رحت وسألت الناس، قالوا لي بنت الجيران هربت من البيت مع الشاب اللي هي كانت بتحبه. عيب اسم سيدنا محمد يعدي عليك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في الكومنتات. المهم أنا رجعت البيت، ولما أبويا سألني بيزعقوا ليه، أنا مرضتش أقوله إن البنت هربت مع شاب، فقلت له مفيش، ده عربية الجيران اتسرقت. فهو قال يا نهار أبيض وراح عند الجيران عشان يواسي صاحب العربية. المهم لما دخل عند جارنا لقيت أبويا بيقول له ما تقلقش يا حاج وإن شاء الله هترجع. هي أصلا ما كانتش كويسة وكانت على طول الشباب بتركبها، وشفتها كتير مع ولاد الجيران وهم راكبينها، عمرها ما كانت نظيفة وهي مش قد كده برضو، ومع إن اللي عندي قديمة بس أحسن منها بكتير. المهم يا راجل سيبك منها، ده كويس أصلا إنها مشيت. أنا مش عارف هي إزاي مشيت بعد ما كل الشباب دي ركبوها كده، بس على العموم ما تقلقش، هتلاقي حد من الجيران ركبها وشوية كده وهتلاقيه جابها. ما تقلقش، أنا مش هكمل القصة وكفاية لحد كده، عشان الراجل لما سمع الكلام ده ناد فيها على طول.